أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هنتكلم النهاردة عن الرياضة وإزاي نلتزم في الجيم. هنتكلم عن تاكل إيه قبل التمرين وطرق الريكفري بعد التمرين. حلقة النهاردة بناء على طلب من عبد العزيز اللي طلبت في أسئلة الحلقة اللي فاتت عن طريقة إننا ندخل عادة التمرين والرياضة في حياتنا. أشكرك يا منى على الموضوع اللي أنا شخصياً بتحمس جداً جداً وأنا بتكلم فيه، واللي اخترت يكون حلقة النهاردة علشان هو من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها، ويا رب الحلقة يكون فيها معلومات تفيد أي حد بيسمعنا النهاردة. سألت مجموعة من أصدقائي يا ترى إيه السبب اللي بيخليهم ما يحبوش يروحوا الجيم؟ إيه اللي بيخلي حاجة مفيدة تقيلة قوي على قلبك؟ وكان في كذا إجابة وهنتعمق في كل واحدة فيهم. حد قال لي بحس إن ده مش مكاني، بحس أنا إيه اللي بعمله هنا، بحس إن شكلي غريب في وسط الناس. وحد تاني قال لي بحس بملل، ببقى عايز أطلع من الجيم بسرعة أعمل أي حاجة تانية. وصديقة تالتة قالت لي بكره إحساس إن جسمي بيفضل مكسر بعدها بكذا يوم، وكل ما أتحرك أحس كأني واخدة علقة سخنة. فخلينا نشوف كل إجابة منهم وليه بتحصل. أول حد اللي قال لي بحس إن ده مش مكاني وبفضل أسأل نفسي هو أنا بعمل إيه هنا، وبحس إن شكلي غريب في وسط الناس. طب ليه بيحصل ده؟ أغلبنا ما كانش عنده ثقافة التمرين والرياضة، وأهالينا ما كانش عندهم الثقافة دي. أنا مثلا أهلي كانوا بيشوفوا إن الرياضة دي تضييع وقت، وإن بدل ما الوقت ده يضيع لازم أحطه كله في المذاكرة، وهو ده كان تفكيرهم. مع إني كنت بشوف في المدرسة وفي الكلية الناس المتفوقة كلها كانوا بيلعبوا رياضة، وكل حد عنده رياضة مختلفة، اللي كانت بتلعب يد واللي كانت بتلعب تجديف واللي كانت بتلعب سباحة، وكلهم كانوا متفوقين. ودي حاجة بعد كده عرفت إن ليها علاقة بالمخ. الرياضة بتساعد مناطق معينة في المخ إنها تكبر، وبالتالي بيكون عندهم استعداد أكبر للتعلم. والرياضة كمان بتقوي الجزء اللي في المخ المسؤول عن الذاكرة. فعلشان كده الناس اللي كانت بتلعب رياضة كانوا بيفتكروا الحاجات اللي بيذاكروها بشكل أكبر من شخص تاني زي حالاتي كده فضل قاعد على المكتب بيحفظ ويصم. فبشكل ما الرياضة بتخلي الناس أذكى. لكن أهلي ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، وبرضه في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها جيم وتمرين. فبسبب كل ده بيترسخ جوانا عن طريق أهالينا إن الرياضة دي حاجة ملهاش لازمة ورفاهية. وفكرة بقى إنك بتروح الجيم لأول مرة، وخصوصا لو لوحدك، بتكون في الأول ليها رهبة كده. الواحد بيبقى داخل مش فاهم حاجة، مش عارف هيتمرن إزاي ولا هيعمل إيه. بيروح بقى يلاقي نفسه دخل مجتمع غريب جديد عليه، يلاقي ناس وحوش بقالهم كتير بيتمرنوا وشكلهم فاهمين وعارفين هما بيعملوا إيه، والواحد رايح وعلى الله حكايته ومش فاهم أي حاجة. فبيتخض، بيحس إن ده مش مكاني، المكان ده غريب عليا، بره الكومفورت زون بتاعتي. بيقول لنفسه أنا عايز أمشي من هنا وعايز أرجع تاني للي أعرفه ومتعود عليه. ومخك بيلاقي لك 1000 حجة علشان يضمن لك إنك لما تطلع الجيم ده ما ترجعلوش تاني. وبرضه ساعات الواحد بيصعبها على نفسه. يعني أنا مرة زمان اشتركت في جيم بعيد عن بيتي، وعلشان أروح له لازم أركب مواصلات بتاعت ساعة إلا ربع. فلقيت نفسي علشان أروح الجيم وارجع تاني بحتاج ساعة ونص وساعة هناك، يعني هحتاج بتاع 3 ساعات من يومي علشان أقدر أعمل أي حاجة تانية. فطبعا لما صعبتها على نفسي ما بقيتش أروح وبقيت أكسل. دلوقتي أنا دايما بشوف أقرب جيم ليا حتى لو مش أحسن جيم. المهم إن هو يكون قريب وبيطرح مشي علشان أقلل الحجج اللي مخي بيطلعها علشان ما أروحش. نيجي بقى للشخص التاني اللي قال لي بحس بالملل بسرعة وببقى عايز أطلع من الجيم وأعمل أي حاجة تانية. الملل يا عزيزي المستمع اللي بيمنعك توصل لأي حاجة عليها القيمة في حياتك. تيجي في يوم وتقول أنا هبقى إنسان جديد وهعمل حاجة مفيدة وأروح الجيم، وهوب الملل يبوظ لك كل خططك. هو أنا لقيت حل شخصي جربته، بس كل واحد لازم يعرف إيه اللي ممكن يناسبه. أنا كنت زمان فعلا مش بستحمل أطلع تريد ميل أكتر من ربع ساعة، وكل جهاز أتمرن عليه كام عدة كده وأجري. بس لقيت حاجة غيرت علاقتي بالجيم. دخلت الحاجات اللي بتسليني في التمرين. أنا كنت بزهق وأنا على التريد ميل علشان عايزة أروح، ولما بروح الحاجة اللي بتبسطني إني أتفرج على المسلسل اللي بحبه. فقررت إني أنزل المسلسل اللي بحبه. كان وقتها مسلسل كوميدي اسمه How I Met Your Mother، كان مسلسل لذيذ قوي. معرفش حد شافه ولا لأ، بس ده كان رفيقي في بداية رحلتي مع التمرين. وكنت بخلي التريد ميل على سرعة قليلة وخليها تميل لفوق شوية، واشغل المسلسل واتفرج وانا بتمشى. وكان يطلع بقى جنبي ناس تجري أسرع ما بتجري على أكل عيشها، وناس كأنهم داخلين ماراثون،
وانا بقى في ملكوت لوحدي ماليش دعوة بحد، انا بتمشى دنجة دنجة وبتفرج على المسلسل بتاعي. الموضوع ده ربط في مخي ان الجيم حاجة لذيذة وممتعة، لاني كنت بتمرن وبعمل حاجة تانية بحبها. وبعد مدة اتكونت عادة اني اروح الجيم من غير ما اكسل. فحتى لو في الاول ما كنتش بعمل تمرينات صعبة ولا كنت بحرق كالوريز عالية، بس عملت حاجة اهم كملت معايا لحد دلوقتي. بنيت عادة اني اروح والتزم في الجيم. دلوقتي مش بحتاج اتفرج على مسلسل وانا على التريد ميل، وساعات مش بسمع حاجة خالص، مش بزهق، انا بستمتع فعلا وانا بتمرن. تاني حاجة انك تعرف انت بتحب ايه. يعني انا قعدت كذا سنة بروح الجيم لوحدي اتمرن اللي انا اعرفه وخلاص، لحد ما سافرت وعشت في مدينة تانية، والجيم اللي كان جنبي كان فيه كلاسات حاجات مختلفة، وقلت اجرب واشوف مش هخسر حاجة. واكتشفت اني بحب اكتر اكون في وسط كلاس ويكون في مدرب بيقولي اعمل ايه. فكرة انك في وسط ناس ده بيخليك تكمل حتى لو تعبان ومش قادر، لانك بتقوم بص حواليك كده بتلاقي الناس مكملة، فده بيزقك انك تكمل انت كمان. وحاجة مهمة جدا انك تلاقي كوتش لذيذ وفاهم، لان في كلاسات كنت بحضرها كنت بحس انها تقيلة جدا على قلبي، لان الانستراكتور كانت كشرية ومش فارق معاها، تحس كده ان هي جاية غصب عنها وبتدي حصة فيزياء. وفي مرة حصلت لي إصابة في ركبتي علشان عملت حركة غلط من غير ما حد يصلح لي. فبشوية تجربة لقيت الحاجة اللي تريحني واستفدت منها. وأنا بجرب بالصدفة جربت اليوجا، واكتشفت إن اليوجا دي حلوة قوي وحبيتها جدا، وبقت هي الحاجة اللي بتمرنها أغلب أيام الأسبوع. فلازم تجرب وتعرف أنت بتحب إيه، ومش شرط كل حاجة هتجربها هتحبها. أنا فاكرة قررت أجرب البوكسينج ورايحة بقى كل حماس، لأن في ناس كتير قوي بتحب البوكسينج جدا وبتقولك ده بيطلع الطاقة السلبية وبتاع. ولبست بقى الجلافز الضخمة وبدأت أضرب ولطش في البتاعة المتعلقة دي، بس طول الوقت حاسة هو إيه ده؟ أنا مش مبسوطة. كل اللي حواليا عمالين يضربوا بغل كأنهم ماسكين حرامي بيطلعوا فيه كل غضبهم. والواحد يعني الحمد لله حل المشاكل اللي جواه دي، ما بقاش عنده حتة حاجة مكبوتة يطلعها في الضرب. فحسيت إن دي حاجة عنيفة جدا بالنسبة لي ومحبتهاش أبدا. ساعتها فعلا حسيت شعور صاحبتي اللي كانت بتقول هو أنا بعمل إيه هنا؟ ده مش مكاني. فمهم تعرف نفسك، تعرف انت بتحب ايه ومش بتحب ايه، وتلاقي الحاجة المناسبة ليك. ومش شرط اللي يعجبك يعجب غيرك، كل واحد حر، فدور وجرب وما تخافش من الحاجات الجديدة، لانك يمكن بالصدفة تلاقي الحاجة اللي بتحبها بجد وتحس ان عندك كده شغف وانت بتعملها. صديقتي التالتة كانت بتقولي بكره احساس ان جسمي بيفضل مكسر بعدها بكذا يوم. فخلينا نتكلم شوية عن ليه بيحصل ده وازاي نقدر نحل المشكلة دي. أول حاجة، الناس أول ما بتبدأ سخنة قوي، اللي هو يلا أنا عايزة أخس 10 كيلو في أسبوع، أنا عايزة ألاقي عضل وسيكس باكس في 10 أيام. فبتدخل وتتمرن وهي جسمها مش مستعد نهائي لحاجة تقيلة جدا عليهم، فبيحصل تكسيرة الجسم اللي بتفضل مكملة أيام كتير. بس السؤال هنا، هل طبيعي إن جسمك يوجعك بعد التمرين؟ طبيعي جدا إن جسمك يوجعك شوية، لكن مش لدرجة إنك ما تقدرش تتحرك أو إن الوجع ده يفضل مكمل معاك أيام كتير. فلازم هنا التدريج، إنك تبدأ بالراحة وتزود شوية بشوية. وحاجة تانية مهمة جدا، ناس كتير بتبقى مش عارفة إزاي تعمل ريكفري، ودي حاجة اللي علمها لي الانستراكتورز اللي دربوني. علموني الحاجات اللي مفروض أعملها علشان جسمي ريكفر بسرعة وأقدر أتمرن تاني. أول حاجة، الدش السخن بعد التمرين. الدش السخن بعد التمرين على طول بيساعد العضلات على الاسترخاء وبيزود ليونة العضلات ومعدل سريان الدم. فالدش السخن هيساعد جدا ان تاني يوم جسمك ما يبقاش مكسر. تاني حاجة، البروتين. لازم تاكل بروتين بعد التمرين وتتأكد ان بيدخلك الكمية الصح من البروتين. العضلة عبارة عن بروتين، لما بتتمرن بيحصل مايكرو تيرز في العضلة، يعني تشققات صغيرة جدا. التشققات دي لما بتتملي بروتين هي اللي بعد كده بتقوي العضلة وتكبرها. لكن لو انت بتتمرن ومش بتاخد بروتين كفاية، اللي بيحصل هو العكس. الجسم بيكون محتاج طاقة وبروتين، فيقوم الجسم يروح لأقرب مصدر بروتين يلاقيه، وهو العضلات اللي موجودة أصلا في الجسم، وبيبدأ يفتتها ويستخدمها. علشان كده ممكن حد يخس جدا، لكن ده مش حاجة صحية لأنه خس العضلات مش الدهون. طيب الواحد محتاج بروتين قد إيه؟ كل واحد طبعا على حسب وزنه وعلى حسب التمرين اللي بيتمرنه، فلازم ترجع للمدرب اللي بيدربك وتسأله. بس أقل حاجة لازم تدخلك في اليوم هي 50 جرام بروتين. وهنا بيجي مفهوم غلط إن 50 جرام بروتين إنهم 50 جرام فراخ أو لحمة.
لكن لازم تعرف كل حاجة بتاكلها فيها قد ايه بروتين وتجمع 50 جرام. يعني مثلا 100 جرام فراخ فيهم من 22 ل 28 جرام على حسب ده صدر ولا ورك. 100 جرام لحمة فيهم 26 جرام بروتين. البيضة فيها 5 جرام بروتين. الفول في كل 100 جرام فيهم 6 جرام بروتين. وتقدر تلاقي جداول البروتين دي على النت وتكون واعي أكتر بكمية البروتين وإزاي هتجمعها. تالت حاجة علشان جسمك يريكفر بسرعة هي المشي. حد يجي يقول لي يعني أنا جسمي مكسر ومش قادر أتحرك أو ممشي؟ هقولك هي تبان حاجة عكسية شوية، لكن المشي فعلا هيخليك متحسش بأن جسمك مكسر وتقدر تتمرن تاني بسرعة. رابع حاجة بقى فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد العضلات على أنها تريكفر بسرعة وبيساعد الجسم على أنه ينتج كولاجين. فممكن تاخده فوار بعد الأكل، أو الأفيد أنك تاخده برتقان، بس حاول ما يبقاش عصير برتقان، لأنك لما بتشرب العصير انت بتخسر كل فايدة البرتقان اللي هي في الألياف وبتشرب السكر بتاعه. فدايما لو قدامك اختيار انك تاكل فاكهة أو تشربها عصير فكلها أفيد علشان الألياف اللي فيها. وحاجة بقى مهمة، الأكل اللي قبل التمرين علشان تقدر تتمرن. أولا ما تاكلش قبل التمرين على طول، لأنك هتحس طول التمرين انك مش قادر تاخد نفسك وعايز ترجع، لأن الدم كله بيبقى متركز في منطقة المعدة. تاكل قبل التمرين بساعتين. وحاجة هتساعدك جدا في التمرين هو إنك تاكل موزة قبل التمرين بساعة. دي أولا هتديك طاقة علشان تتمرن أحسن. تاني حاجة، الموز فيه بوتاسيوم فبيساعد العضلات على الانبساط والانقباض فما يحصلكش كرامبات. وتالت حاجة، الموز فيه مغنيسيوم وده بيحافظ على العضلات من الإرهاق. ولو عايز بقى أداء الأبطال في التمرين، كل قبل التمرين بنص ساعة تمرتين أو 3. ويا سلام بقى لو تحشيهم معلقة زبدة فول سوداني صغيرة كده. وشوف بقى الوحش اللي هيقطع التمرين، هتلاقي أداء عالمي مشرف. وحاجة أخيرة مهمة جدا جدا هي المية. لازم تشرب على مدار اليوم 2 لتر مية. دي حاجة مش بس هتساعد العضلات على الريكفري، لكن هتحافظ على جسمك وعلى صحتك. فدي كانت حلقة النهاردة عن الجيم وإزاي نلتزم بالتمرين وناكل إيه قبل وبعد التمرين. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل.